كان يا مكان كان في أحد الصالحين زمان. مشكلته إنه كان متجوز واحدة لسانها صليط. طول ما هي قاعدة عمالة تتخانق في البيت. وكانوا داخلين على أيام عيد. قالت له بقول لك إيه، أنت قاعد كده ليه؟ ما تنزل تشتري لنا خروف ولا حاجة ناكل منه ونتهنى أنا والولاد، هو إحنا مش داخلين على عيد؟ خد الكلام ونزل فعلا على السوق، ونقى أكبر خروف قبله. وهو راجع في السكة لقى واحد مرمي جنب الشجر. وقف جنبيه وقعد يطبطب عليه ويشوف ايه اللي فيه، وحاول ينقذه وفعلا قومه على رجليه. في معدية واحد من الشباب بتوع البلد قال له بقول لك ايه، خد الخروف ده وديه لبيتي، وصف له البيت لغاية لما ودي الراجل المريض لغاية أهله ويطمنوا عليه. وفعلا الشاب خد الخروف وطلع على العنوان اللي وصفهوله، بس مع الأسف اتلخبط ووداه لجيران الراجل الطيب الجميل. وجيرانه دول كانوا فقراء، وأول ما شافوا الخروف والراجل سابه لهم وقال لهم ده بعته لكم حد طيب قابلته في الطريق، فرحوا ما سألوش هو مين، وقعدوا يزقططوا وبقوا بيه فرحانين. ورجع الراجل الصالح لأهل بيته، وأول ما دخل لقى مراته مبوزة في وشه. بيقول لها في إيه؟ قالت له فين الخروف اللي قلت عليه؟ ثانيا ده جيراننا الغلابة اللي جنبينا بقالهم ساعتين فرحانين وبيتنططوا ومزقططين، جابوا خروف اشمعنا احنا. فأدرك الحكاية وعرف إن الخروف بتاعه راح للجيران. راح لجيرانه وأول ما خبط عليهم طلع له الراجل وقال له شفت يا عم فلان، احنا ربنا بيحبنا قد ايه، بعت لي صدقة تفرح ولادي في يوم العيد. الحمد لله ربك كريم. سمع الراجل الكلمتين ما قدرش يقول لجاره حاجة، قال لك يعني ربك فرحه وهو ظنه بيه كريم، وانا اجي عليه في وقت زي ليلة العيد؟ لا، انا سيبه واتحمل اللي اسمعه من الست دي. واول ما ادى ظهره وراجع على البيت لقى شاب جاي ومعاه عجل كبير. قال له انا ابن الراجل العجوز اللي انت انقذته على الطريق، ودي هدية بعتها لك ابويا وبيشكر ايديك اللي سندته ووقفته على رجليه. الراجل بقى يخبط كف على كف ويقول سبحان رب العالمين، لاني وقفت مع العبد وما كسرتش بقلبه بظنه بربه الكريم. ربنا وراني ان فعلا جزاء الاحسان هو الاحسان، لان كلنا لينا رب واحد كريم. خليكوا جبارين الخواطر وهمومكم واتكالكم على ربكم، لانه سبحانه هو الوحيد الكريم. سلام عليكم، مسوا العافية.